خلي بالك انت تقدر تعمل كل حاجة. انت عندك القوة والقدرة انك تعمل اي حاجة في الدنيا. اللي انت عايزه تقدر تعمله. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. ده معناها إن ربنا اداك الطاقة والقدرة على إنك تعمل كل حاجة. إن أنت عايزه تقدر تعمله في الدنيا دي، لأن الدنيا دي كلها مخلوقة علشانك أنت. بس أنت مش عايز تعمل حاجة. لو عايز تغير الحاضر بتاعك والمستقبل وكمان الماضي تقدر تغيره. أنت قادر إنك تغير كل حاجة، كل حياتك، كل حاجة في الدنيا تقدر تغيرها وبإيدك ده. وتقدر كمان تعمل المستحيل. مشكلتك إنك مفكر نفسك ضعيف وقوتك محدودة. ما تعرفش إن الكون ده كله اتخلق علشانك أنت. شمس كبيرة جدا تطلع الصبح عشان تنور لك حياتك، وبالليل قمر بيطلع ينور لك الظلام. وهوا حواليك في الكون كله عشان تتنفس منه، وأرض عشان تمشي عليه. أكل متنوع موجود بكافة أشكاله في الدنيا، والكون ده كله عشانك أنت. تخيل بقى كل ده معمول علشانك أنت، وكل الحاجات دي بتحصل علشانك أنت، وأنت بنيجي نصحيك من النوم تقول أنا مش قادر. مش قادر إيه؟ أنت مش عايز، مش قادر. أنت مفكر نفسك ضعيف، عشان كده تفضل ضعيف. حاول مرة واتنين وتلاتة، لأن أنت أصلا مخلوق عشان توصل. عشان توصل بتحقق اللي أنت عايزه. دي رسالتك. ربنا لما خلقك واداك القدرة والصلاحية إنك تعمل كل حاجة. بس مع القدرة اللي أنت تقدر عليها دي مش هتنجح في أي حاجة إلا لو ربنا أذن. وعشان ربنا يأذن لازم تمشي صح وتتقي ربنا وأنت معاك القدرة دي. السلام عليكم.